السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله أول فيديو معاكم في المطبخ الأصيل مع بنت الأصول. إن شاء الله هنعمل وصفات شعبية، وصفات بأقل تكاليف طبعا إن شاء الله في المطبخ المصري الأصيل. تعالوا بقى ايه هنعمل النهارده ايه؟ طواجن كده، وهنحط فيها ايه بقى؟ كبد وقوانص. احلى طاجن كبد وقوانص ان شاء الله هتعمليه. عندك بقى كيلو كبد وقوانص، عندك نص كيلو، حتى لو ربع كيلو هتعملي، ما تقفيش على اي حاجه. انا ان شاء الله جبت كده كيلو كبد وقوانص. طبعا فصلت الكبد عن القوانص، تمام، علشان طبعا انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوا عن الكبده. ومعايا هنا 3 بصلات حلوين، ومعايا حوالي 4 طماطمات، وكم قرن فلفل. انتي مش عايزاه حامي بلاش الفلفل. ومعايا التوابل بتاعتنا، شويه ملح، شويه كزبره، شويه فلفل اسمر، طبعا كتري شويه الفلفل الاسمر، شويه قرفه. لو عندك قرفه خشب تمام، عندك اللي هي الباودر دي مفيش اي مشكله. وشويه كمون وشويه بهارات اللي هي البهارات السبعه. ومعايا طبعا سمنه، انت عندك سمنه على زيت تمام، ما توقفيش على حاجه. تعالي بقى ان شاء الله هنعمل ايه. هناخد كده مبدئيا البصل ده، وهننزل كده على الكبه بايه؟ بالبصل والثوم. بصي كام فص توم كده حلوين علشان يدوكي طعم وريحه كويسه. هنعمل ايه؟ هننزل دلوقتي بايه؟ بسم الله كده، ونروح نازلين فرمين البصل ده كده فرمه كويسه. طبعا لو انت هتعملي نص كيلو كبد وقوانص يبقى هتقلي في البصل. هتعملي ربع كيلو وعايزاه كده يرمي معاكي كميه كويسه، تمام خلاص مفيش مشكله، كتري البصل. وهنحط الثوم، يبقى احنا حطينا الثوم مع البصل وهنفرمه فرمه كويسه. علي بقى كده على البوتاجاز، انا حطيت حله على النار، هحط فيها شويه سمنه حوالي معلقتين كبار. انت عايزه تحطي سمنه على زيت حطي، بس ما تكتريش، لان انت عارفه ان القوانص بيبقى فيها دهون، فطبعا عشان متبقاش سمينه معاكي زياده. السمنه كده هتسخن، وهنزل بالبصل على الثوم اللي احنا فرمناه في الكبه مع بعض. السمنه قدحت معايا، هنزل بالبصل، نقلب كده تقليبه حلوه. نقلب لحد ما البصل ياخد لون معانا. نقلب بقى كده علشان ده لون كويس معايا. عقبال ما تحمر شويه هقطع الطماطم دي والفلفل عقبال ما البصله تحمر. هنا بقى ايه؟ هنفضل كده نقلب في البصله شويه، بصله مع الثوم علشان ما تتحرقش مني. نقلب كده فيها شويه. اهم حاجه ما تتلسعش منك وتبقى ايه؟ محروقه كده علشان ما تمررش معانا. خلاص كده البصله احمرت معايا. هنزل بقى بالقوانص الاول علشان القوانص بتاخد سوا عن الكبده. ننزل بقى عليهم بايه؟ بالتوابل، بهارات، فلفل اسمر، قرفه، شويه كزبره، شويه ملح. قلب بقى تقليبه كويسه. قلبي بقى كده بالتوابل حوالي 10 دقايق. مش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك على الريحه جميله. قلبي
اقلبي بقى كده. كده ايه قلبنا القوانص مع البصله والتوابل حوالي 10 دقايق. هتنزلي بقى بالكبده عليهم. نقلب تقليبه كويسه. نقلب بقى ايه الكبده كده في كام تقليبه بس عشان ما تتهريش معاكي. ننزل بقى بايه؟ هننزل بالطماطم والفلفل، وزي ما قلت لك مش عايزاها حراقه يبقى استغنى عن الفلفل. نقلبي بقى بالراحه كده ودوقي بقى الحياء بتاعها. لو عايزه ملح تمام حطي لها ودوقي حياءها. نغطي عليها كده ونسيبها تستوي. خلاص يعني فاضل لها حوالي 5 دقايق. انا ال5 دقايق دول هحطهم بقى كده ايه في طواجن واكملها في الفرن. وكده ايه في طواجن اهو. بص ما شاء الله الكيلو عمل معايا طاجن كبير اهو وطاجن صغير شويه او وسط. فانا بقى كده هحطهم في الفرن يتشمعوا شويه واخرجهم. خلاص كده خرجنا الطواجن من الفرن وحطينا كده شويه ايه مخلل كده من بتوع بنت الاصول. بصوا احلى طواجن كبد وقوانص ان شاء الله تعمليها. لو الوصفه عجبتك تعملي لايك واشتراك. مع الف سلامه وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.